السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اعملي منه الكيلو مفروم، اعملي 4 كيلو، واعملي منه نص كيلو 2 كيلو أو زيادة كمان. يعني يا بنات يعني وصفات ربنا المستعان. يعني مش عارفين بصراحة. طيب تعالوا هنشوف فعلا بجد الكلام ده بيحصل، وبجد الطعم أهم حاجة يا بنات. يعني أهم حاجة الطعم. احنا نأكل ولادنا يعني مش ما ياكلوش يعني أي حاجة، المهم إنها تكون كتير. لا، هنشوف مهم الطعم، ومهم برضه هنضاعف الكمية بس بالطريقة المظبوطة اللي فعلا تطلع الحاجة طعمها كويس، والحاجة المعقولة والحاجة الصحيحة. وكله هيبقى مع بعض خطوة بخطوة. وتعالوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي ونشوف مقادير. أنا عندي 4 بصلات متوسطة زي ما انتم شايفين كده، سواء أحمر أو أبيض، وواحدة صغيرة في النص ديت اللي انتم شايفينها. تمام. هنبدأ نقطع كده اللي هو البصل بتاعنا وهنحطه في الكبة. طب أنا ما عنديش كبة، يبقى هتبشريه كويس بالمبشرة عندك. هتبشريه بالمية بتاعته. احنا مش هنصفي المية بتاعت البصل يا بنات. اهم حاجة هناخد كده خطوة خطوة علشان نشوف اللي هي المقدار. انا هعمل مقدار ايه؟ انا هعمل نص كيلو لحم مفروم، وهنشوف هيطلع في الاخر قد ايه، وهقول لكم بالامانة والله الطعم بتاعه كان عامل ازاي، علشان نشوف الوصفات فعلا هتبقى مفيدة وكويسة وطعمها جميل ينفع تتاكل يعني، ولا هنبوظ اللحمة بتاعتنا وهنقول يا ريتنا كنا كلناها. طيب بعد ما فرمت انا البصل بتاع ده برغل الضحى، ومش شرط خالص انه يكون الضحى، عشان هو الضحى بصراحه كان غالي شويه. لكن اللي هو ممكن تعجبي اللي هو السايب، بيبقى يعني سعره متوسط كويس، او اي نوع انت بتفضليه. هناخد منه قد ايه حنان؟ احنا هناخد ربع الكيس ده. ده الكيس ده نص كيلو، هاخد نصه يعني، هاخد ربع يعني ربع كيلو، لان الكيس نص. تمام. وهنوزنه برضه على الميزان علشان تشوفوا، مش هناخد كده بالويم، لا هو انا صفرت الميزان بتاعي وادي 250 هنا ربع كيلو برغل يعني. ممكن او لو بالكوبايه هتبقى الكوبايه اللي هي حجمها 250 جرام بتاعه اللي هي المج بتاع الشاي. غسلته كويس جدا 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 كذا مره بالميه لغايه الميه بتاعته ما تبقى بيضه شفافه، وما بنقعهوش. انا بغسله بس البصل بتاعي بالميه زي ما انتم شايفين، سواء البصل الابيض او الاحمر، الاتنين مش هيفرقوا في الطعم، الاتنين حلوين. هنبدأ نحط البهارات بتاعتنا بقى. البهارات انا عندي الملح حسب الرغبه، بس انا حطيت معلقه ونص صغيرين. حطينا بقى زنجبيل، وحطينا فلفل اسمر. البابريكا نكترها شويه علشان تعزز اللون، وعندنا البهارات بتاعت اللحمه، وعندنا نص معلقه صغيره قرفه. تمام. بعد كده انا عندي ربع كيلو ليا. انا عندي الليا مبشوره في الفريزر وبنحطها، بس خلي بالكم يا بنات، لان هي الليا مش بتزود، هي الليا بتسيح اصلا، فهي مش هتزود لنا المقدار. يعني لو زودته هتبقى حاجات بسيطه خالص، لان هي بتسيح مع اللحم، فهي مش هتبان خالص في اللحم. لو ما عندكش الليا ممكن اللي هو دهن مكانها برضو، بس الافضل لو ليا بقى. يعني بصوا بتودي الوصفه بجد، طعمها بيبقى فظيع جدا، بيبقى طعم يعني متغيره خالص عن الدهن كمان. قلبي بقى فيهم كده كويس جدا. وبعد كده هنا نص كوب ميه. هنا المقدار هنا نص كوب ميه على الكميه اللي انا هعملها ديت يا بنات، اللي هي نص كيلو لحمه والربع اللي هي برغل. طيب انا النص هنا كوبايه الميه هنا طلعت كمان في الاخر طلعت المقدار عندي، او الكفته اللي عندي، او الحاجات اللي انا هصنعها منها، طلعت العجينه بتاعتها طلعت طريه شويه. فانتي يعني انا انصحك هتحط ربع كوب ميه، بس ربع كوب ميه يا بنات، عشان البصل فيه ميه كتير. احنا بنحط ليه الميه؟ علشان البرغل احنا ما نقنع احنا ما نقنعهوش، لكن هو هيتنقع في ميه البصل مع الميه اللي احنا حطيناها دي فايده الميه بس اللي احنا حطيناها. فعلشان كده انا بقول لك ما تكتريش ميه. هي ميه مع ميه البصل مع ربع كوب ميه زي اللي انت شايفاها ديت، هتبقى ممتازه جدا على ربع البرغل والبصل اللي احنا حطيناه. بعد كده انا عندي معلقه كبيره بيكنج باودر يا بنات، او بيكربونات الصوديوم، الحاجه اللي موجوده عندك هتنفع سواء كده ولا كده، بس انا حطيت اللي هي بيكنج باودر. وهنا ده نص مفروم لا اكتر ولا اقل. اعجني بقى فيهم كده كويس جدا مع اللي هي المقدار دي، اعجني كويس جدا، ده اهم حاجه. بس انا بصراحه انا يعني بعد ما عجنتهم شويه كده حسيت ان لسه برضو يعني البرغل ما باش، حسيت ان هو لسه برضو في يعني محبب كده. فانا هاخدهم وهضربهم تاني في الكبه. بس انا بعد ما يعني قعدت اعجنها كويس جدا جدا، يعني ممكن في المرحله ديت انتوا ما عندكيش كبه، شايفين طالما ما شققتش كده من النص، ممكن تستخدميها كبرجر او كفته او اي مصنعات انت هتعمليها منها، ما فيش مشكله. لكن انا بقول لكم اللي انا عملته، انا حطيتها تاني في الكبه، بتديكي نتيجه افضل واحسن، والانسجه كده بتدخل في بعض وما تفكش منك، بصراحه بتبقى جميله. يعني اللي انا عملتها ضربتها في الكبه يا بنات.
خدت بقى شويه بشويه كده، وشايفين ان هي طلعت طريه شويه، عشان كده انا بقول لكم هي كفايه ربع كوبايه ميه على المقدار اللي انا بعمله دوت. ربع كوبايه ميه هتبقى ممتازه جدا. البرغل هيشرب الميه وهتطلع وياكي يعني يعني متظبطه اكتر من كده. بس انا بصراحه في الاخر يعني اخر انا ما صورت وزنت وياكم وكله تمام، حبيت اخليها تبقى يعني ناشفه شويه، حطيت حوالي 3 معالق بقسماط، ده اللي انا عملته تمام. خلصت انا مقدار بقى كده كله ضربته. طلع ما شاء الله الكميه الكبيره دي. طب انا هعمل بقى منه ايه؟ انا عندي هنا بهارات خلطه برجر بتاعت ماجي او خلطه حواوشي. هقسم بقى كده بالنص، وانت ممكن تعملي بقى ايه هنا، خليها هنا دي تبقى للحواوشي، وهنا تعمل اللي هي للبرجر. او لو انت مش عايزه انت عايزه تعمليها كفته كلها، خلاص يبقى انت البهارات اللي احنا حطيناها الاساسيه دي هتنفع للكفته. او لو عندك خلطه ماجي بتاعه الكفته او المشاوي، حطيها على الكميه اللي انت عايزاها تمام، وهتعمل منك كفته. يعني طب ما هنعمل منها كفته وهنعمل منها برجر وهنعمل منها حاجات جميله جدا اللي هي اللي، ونشوف كمان الكميه. لكن الفيديو ده انا هقول لكم الكميه بالظبط طلعت قد ايه يا بنات. شايفين هي يعني شايفينها هي قوامها طري شويه، عشان كده قلت لكم انا بعد التصوير علشان ما كنتش زودت الكميه عليكم ولا حاجه، حطيت حوالي 3 معالق بقسماط. انت في بيتك عادي ما فيش مشكله، حطي معلقتين او 3 بقسماط لغايه ما تظبط وياكي وتعرفي تشكليها. لكن هي كده كانت طريه سنه زي ما انتم شايفين على فكره. وبرده لو احنا بلينا ايدينا ميه او زيت وانت يعني شكلتيها بالطريقه ديت، مش هتقول لا، وهتطلع والله برده حلوه جميله تمام. بس انا بقول لكم اللي انا عملته، زودت حوالي 3 معالق بقسماط في الاخر وبعد التصوير خالص. بعد كده هنبدأ بقى نحطها. أنا عندي أطباق الفل دوت، وهنبدأ نحطها. يعني أنا هحط من كل شوية، هحط في كل طبق نص كيلو. طبعا هننزل دلوقتي على الميزان. أنا حطيت الأطباق بتاعتي ده هو 400 وشوية، ما كملش لسه نص كيلو وياكم. هضيف كده معلقة بمعلقة لغاية ما هيجي على النص كيلو. وكمان طلعت لنا يعني كمان أزيد كمان من نص كيلو بحاجات بسيطة كده، أنا خليته مفيش مشكلة. يبقى كوزن الطبق، يعني هو الطبق أنا وزنته لوحده كان تقريبا 10 جرام أو 9 جرام حاجة زي كده، يعني لا يذكر تمام. ادي ده هنعد مع بعض يا بنات. ده اهوت 500 جرام وشوية وحاجات يعني وجرامات بسيطة، ده كده نص كيلو. وهنعمل الطبق التاني ده كمان نص كيلو وشوية تمام. هنعمل الطبق التالت ده نص كيلو وشوية زي ما انتم شايفين. يبقى اذا النص مفروم مع البرغل مع الحاجات اللي هي والحاجات اللي احنا حطيناها، عمل لنا كيلو ونص صافي يا بنات. في الطبق الرابع ده اللي فوق اللي قدام الميزان يا بنات، بس والله انا مش عارفه، انا اللي هي اللقطه بتاع اللي انا صورته فيها كان يعني مش عارفه اتمسحت مني ازاي. ده طلع قد ايه يا بنات؟ طلع حوالي 175 جرام. يبقى اذا الاطباق الكبيره اللي ورا ديت كل واحد نص كيلو زي ما انتم شفتم، واللي هو اللي في النص ده اللي هو اللي قدام دوت طلع حوالي 175 جرام. يبقى اذا طلع حوالي اللي هي من نص مفروم طلع 2 الا ربع قولي او 2. يعني يا بنات من النص مفروم عملت منه طلع منه يعني الحاجات اللي احنا صنعناها مع الاضافات 2 الا ربع او 2 او 2 الا ربع او يعني كيلو او 750 او 700 جرام بجد بما يرضي الله. زي ما انتم شايفين كده الطبق الصغير ده زي ما انا قلت تاني علشان ااكد حوالي 175 جرام بجد. لكن طعمها جميل جدا. انا عملته من فتره يا بنات وعملت منه فعلا، سويت منه. هنشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هينزل الحاجات اللي انا عملتها كلها منه، طلع بجد طعمها جميل جدا من غير بقى ما هنضيف في الكميه بطريقه مبالغ فيها ولا اي حاجه. مقادير سهله وبسيطه عشان بالنص مفروم ديت تقدري تاكلي عيالك حاجه طعمها جميل ولذيذ جدا وحاجه برضو اقتصاديه. يا رب فعلا الفيديو انه رضاكم وتنفذوه، ونشوف ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف بقى احنا صنعنا من الحاجات الجميله ديت احنا عملنا الوصفات ازاي. طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.